السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وخير وسعادة. مبدئيا هنبدأ كده نصلي على رسول الله ونخش على أجمل وأحلى الهدايا اللي جاية من أجمل مكان في الدنيا. هنشوف مع بعض الهدايا، بس طبعا عايزة اقول لكم طبعا انا بشكر اختي حبيبتي جاية بقى من العمرة، يا رب يتقبل منك يا رب العمرة بإذن الله، ويتقبل منك ومنا صالح الأعمال يا رب العالمين. بصوا مبدئيا انا كده كنت بوريكم اول حاجه المصليه بتاعت فريده، مصليه صغننه كده، والشنطه دي بالمصليه دي بتاعتي انا. بصوا عايزه اقول لكم لونها تحفه، بسم الله ما شاء الله، جميله قوي قوي قوي. ممكن لونها كمان هو اللون الزيتوني التحفه ده، لونها ممكن يكون مش واضح قوي بس لونها بجد تحفه. عايزه اقولك يا اميره والله، سواء جبتي او ما جبتيش احنا يعني كتر الف خيرك، احنا قلنا لك ما تجيبيش حاجه والله. طبعا احنا عارفين الدنيا عامله ازاي والظروف وكده، الحمد لله رب العالمين. فطبعا قالت لا انا ما ينفعش ما اجيبش، ازاي ومش ازاي وما ينفعش، وافرضوا حد جالي اقابله ازاي، ولازم اجيب هدايا والكلام اللي انتوا عارفينه، اللي طبعا يعني ناس كتير قوي عارفاه انه عيب يجيلك حد وايه ما تكونيش جايبه حاجه وكده. ربنا يكرمك يا رب في اولادك وفي صحتك يا رب العالمين ويخلينا لبعض. بصوا بقى ما شاء الله على المصلية، بجد جميلة قوي قوي قوي. دعواتكم بقى ان انا ربنا يكرمني كده واثبت في الصلاة. بقالي فترة كبيرة بصراحة مش منتظمة خالص، فربنا يهدينا يا رب. وده كمان بارت فيه بقى، تقولي بوك تقولي عليه اي حاجة، هو بسوستة كده برضو حلو قوي بصراحة. قعدت اقول لها لا عشان يعني لو حد جالك وكده وتهادي بيه، قالت لي مالكيش دعوة، لا انا الحمد لله عاملة حسابي. ربنا يزيدك ويكرمك يا رب العالمين. هي دي الهدايا الجميلة طبعا، احلى واجمل هدايا، يعني جاية من حد غالي عليكي وجاية من اجمل مكان في الدنيا. فدي بصراحة أغلى وأجمل هدية في الدنيا. تسلم لنا يا رب وعقبال الحج بإذن الله. تعالوا بقى نشوف الشقة. هنا أنا بوريكم النظام. بصوا هنا الأنتريه في المكان ده تمام، والسفرة والشكل اللي احنا شايفينه ده كده. فهندخل هنشوف بقى دلوقتي النظام الجديد اللي انا عملته. معرفتش بصراحة اصور لكم في الاول يعني قبل لما كان السجاد محطوط وكده. بصوا بقى عايزاكم تقولوا لي الفرق. خلاص هنتظر في الكومنتات، يا رب بس تكونوا تشوفوا الفيديو للاخر. بصوا بقى القعده العربي الجميله دي، عايزه اقول لكم انا نفسيا مرتاحه، اول مره في حياتي اعمل حاجه في الشقه اكون مرتاحه جدا فيها ومبسوطه وعاملاها على اقتناع، وحاسه كده في تغيير. عارفين انتوا يعني انا بصراحه بحب التغيير، فعارفين انتوا لما بتلاقوا تغيير كده في حاجة انت حباها، وفي نفس الوقت في ايام مفترجة وانت نفسك الحمد لله مرتاحة البال، مرتاحة كهدوء، مرتاحة نفسيا. احمدك واشكر فضلك يا رب العالمين. بصوا بقى الزينة، عايزة كمان اوريكم حاجة. آه بصوا باب الشقة انا عملته ازاي. حطيت الستارة اللي كانت بتاعت عيد ميلاد فريدة، حطيتها. وعايزة اقول لكم المفرش ده من اعمالي الفنية بس فريدة بهدلته. وعايزة اقول لكم انا عاملاه من غير ابرة كروشيه، اه والله. بصوا بقى الفرش اللي على الانتريه ده بتاع ماما الله يرحمها، انا واخداه من عندها، ولسه واخداه قريب يعني. عايزه اقول لكم يعني البني ادم فعلا سيره، اقسم بالله. يعني الله اكبر على نظافتها وعلى القشطه بتاعتها وحاجتها، يعني الله اكبر قشطه كده. يعني هي الله يرحمها ماما كانت بتحب النظافه جدا، و حاجتها زي ما هي قشطه. انا وزوجي طبعا انا كنت بوريكم النظام يعني. فالمهم ان انا عايزه اقول لكم البني ادم فعلا سيره والله. ربنا يرحمك يا امي. يعني ربنا رحمها اتوفت وسيرتها الحلوه موجوده بنظافتها بكل حاجه كانت بتعملها، والله العظيم مش كلام. الحمد لله ربنا يرحمك يا امي يا رب ويجعلك من اهل الجنه يا رب العالمين. بصوا بقى هنا انا كنت بقرب ليه، بقرب على الزينه عشان اقول لكم ان هي قريبه من الانتريه. انا جايبه ده قريب للانتريه،
وده قريب القعده العربي. فاهمين قصدي؟ يعني بيبقى في تناسق كده في الحاجه اللي احنا بنعملها، بتبقى حلوه قوي وبتفرق معانا. شايفين بقى الفازه دي؟ ايه رأيكم؟ قولوا لي بقى في موضوع الفازة ده. بصراحة الحاجات اللي كانت فيها مش عجباني خالص. يعني هي كفازة مقبولة عن ايه، يعني الحاجة اللي كانت فيها مش حلوة. هي خشب كده، وقلت لا انا بعشق عباد الشمس، فقلت لا بصراحة حلو قوي. بصوا بقى الفرق، بصوا ده وبصوا عباد الشمس، فرق ولا لا؟ انا عارفة ان هو فرق طبعا. عايزه اقول لكم ان في يعني لمسه بسيطه كده بتخلي الحاجه والله العظيم مريحه، بتخليكي انت نفسيا بتبقي مرتاحه. والمفرش اللي على السفره ده كمان اللي هو بتاع رمضان، عايزه اقول لكم برضو واخداه من ماما الله يرحمها. يعني انا والله العظيم بقيت عماله اقول ربنا يرحمك يا ماما، ربنا يجعلك دايما الناس تجيب سيرتك بالخير، ربنا يجعلك دايما الناس جايبه سيرتك في الحاجه الحلوه، ربنا يجعلك دايما السيره الحلوه دايما تبقى موجوده يا رب العالمين. ربنا يرحمك ويغفر لك يا رب ويسامحك ويسكنك فسيح جناته. شايفين بقى النظام؟ ايه رايكم؟ قولوا لي ايه، شاطره ولا لا؟ انا نفسيا مرتاحه والله. وبصوا كمان فوق الشاشة كده حطيت الآيات القرآنية، برضو والله واخداها من ماما الله يرحمها، بس هي اللي كانت جايباهم لي هدية بصراحة. وباقي الحاجة انا واخداها بعد ما توفت الله يرحمها. بقيت يعني اخواتي بصراحة يقولوا لي شوف انت عايزة ايه، انا ما كنتش عايزة اخد حاجة يعني وكده. كل سنة وانتم طيبين. حاسة اني طولت عليكم، استودعكم الله، السلام عليكم.